ابني او بنتي بيحط ايديهم في المناطق الحساسه والحته دي مجنناني، وجربت كل الطرق مفيش حاجه نافعه معاهم. دي من الاسئله الكتيره جدا المتكرره اللي بتجيني خصوصا من الامهات اللي عندهم اطفال ما بين السنتين لحد سن 3 أو 4 سنين. انا عايزه بس اطمنك واقول لك اهدي، ابنك مش هيبقى منحرف ولا بنتك منحرفه ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتيجي في دماغك اللي بتخليكي بتحاولي تسيطري على الموقف بكل الطرق، لدرجه ان في امهات بتضرب او تعاقب طفل عنده اصلا سنتين. يعني مفيش داعي للخضه والرعب. الموضوع فعلا مش هيتحل بالضرب ولا هيتحل بالعقاب ولا هيتحل بان انت تخوفي الطفل وتقولي له عارف هيحصل لك التهابات، عارف الدكتور هيجي ياخدك، عارف مش عارف هيحصل لك ايه، همنعك من ايه. كل الكلام ده بيزود بجد. يعني لو الموضوع هيخلص على طول، لا هتلاقي قعد معاكي شهور او سنين للاسف. وانا شفت حالات زي كده قدامي كتير، الطفل قعد سنين مش بنخلص في القصه دي بسبب ايه؟ ان الام بتتصرف تصرف مش محسوب. يعني هي انا فاهمه ان الام بتبقى مخضوضه وخايفه ان العاده دي تستمر ويروح بيها المدرسه، او خايفه ان العاده دي الاهل والاقارب يعلقوا عليها. اهدي ارجوكي، تمالكي اعصابك، قولي لنفسك ان ده طفل مش مدرك، مش بيعمل حاجه غلط، هو قاصد يعمل حاجه غلط. هو جرب مره ان هو يحط ايده في المنطقه دي فعايز يستكشف نفسه، او مره اتبسط ان هو حاطط ايده في المنطقه دي بس، لكن مفيش اي حاجه تاني غير كده. طب نتصرف ازاي صح؟ لو انت شفتي ابنك بيعمل كده، خلي بالك انك انت اول رد فعل ده مهم جدا، حاولي تديله حاجه تانية تشغليه بيها. وكمان انك انت ما تسيبوش قاعد لوحده فاضي، يعني كل وقت كده هو معاكي، ما تسيبوش بقى قدام التلفزيون ولا قاعد لوحده، لا اعتبري الفتره دي فتره علاجيه كده، فانت متركزه معاه، بتلعبي معاه، مدياله حاجه في ايده طول الوقت، مش بتتكلمي في الموضوع ده، هتلاقي الموضوع خلص لوحده. لكن لو انت حاولتي انك انت تتكلمي، تعاقبي، تهددي، اعرفي ايه؟ ان الموضوع ده هيزيد مع ابنك ومش هنخلصه بسهوله. ودي مرحله طبيعيه وبتحصل لكل الاطفال وبتحصل لكل الامهات. وانت لو فتحتي الموضوع ده مع اي هتلاقي قلت لك بنتي حصل معاها كذا او ابني حصل معاه كذا. فامسكي اعصابك شويه، ما تتوتريش، وخليكي جاهزه للموقف. ابنك لو بيعمل كده ده مش معناه ان هو عنده اي حاجه وحشه خالص. احيانا بيبقى عندهم شويه التهابات، فلو انت حاسه الموضوع زايد عن حده ممكن تكشفي له برضو لو في التهابات، فممكن ده الدكتور يدي لهم علاج وخلاص. مع التجاهل، مع انك تدي له حاجه في ايده، الموضوع هينتهي وهيخلص بسرعه. انا دخلت الاوضه لقيت ابني وواحد صاحبه او ابن خالته او ابن عمته بيلعبوا مع بعض لعبه الدكتور، وكمان كاشفين جسمهم. اعمل ايه؟ لا داعي للخضة والرعب. أرجوكي خلي ردود أفعالك هادية، علشان رد الفعل الأول عليه عامل كبير على إن الطفل يكمل أو لأ. بيحصل بين الأطفال أوقات كنوع من أنواع الاستكشاف، وده مش معناه إن إحنا هنسيبهم، بالعكس إحنا نتعامل مع الموضوع، بس خلينا نتعامل صح، لأن كل ما بنتعامل صح كل ما الموضوع بينتهي صح. فلو انت رحتي شتمتي وزعقتي وعاقبتي وصوتي، بشوف امهات بتصرخ، ده رد فعل مبالغ فيه، فالاطفال مش بتبطل على فكره، بيكملوا. عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه وعوا اولادكم، خلي في تربيه جنسيه. التربيه الجنسيه بتحمي من الحاجات دي، لان هم الاطفال لما بيحاولوا يكشفوا بعض بيبقوا عايزين يعرفوا معلومات عن بعض ويحاولوا يستكشفوا بعض. لكن لما اكون انا مديه ابني تربيه جنسيه موعياه ومفهماه او بنتي، اعتقد مش هيحصل ده كتير يعني، او مش هيحصل خالص. طب انا دخلت وشفت، اعمل ايه؟ لو مره واحده اعملي نفسك ان انت مش واخده بالك وشتتي انتباههم، وما تقوليش اي حاجه اي كلام، لكن قولي لهم مثلا ايه ده، انا شفت حاجه ويعني انا هغمض عيني، انا مش قادره اشوف حاجه زي كده. ما ينفعش حد يشوف جسم حد خالص، لازم ننبه ان احنا ما بنشوفش جسم اي حد، كل جسم هو خاص بالشخص بتاعه، ما ينفعش حد يشوفه. وممكن نقول لهم لو انتوا عايزين تلعبوا مثلا لعب مع بعض، احنا ممكن نلعب بالعرايس، لكن مش ممكن نلعب على جسم بعض، ومش ممكن نستخدم لعبة الدكتور او السماعات والحاجات بتاع الدكتور على جسم اي حد فيهم. ونقول لهم كمان ان الدكتور مش بيعري جسم حد، يعني نعريه خالص، لا، هو بيشوف جزء معين اللي هو بيكشف عليه بس، ويكون ماما او بابا معاه. مهم ان احنا تعبيرات وشنا تكون بس هادية، ومفيش داعي للاتهامات، لان هي بتبقى اكبر من سنهم، بتفتح عينيهم على الفاضي. يعني زي مثلا اصلك انت قليل الادب، اصلك انت مش يعني اكيد في حاجه حصلت لك قبل كده. الكلام ده بيبقى فعلا مش مناسب، وبيخلي الاطفال ممكن تستمر اكتر. حلو ان احنا ما نسيبش الاطفال لوحدهم كتير، يعني انت طالما اولادك
بيلعبوا مع اي حد في البيت، خلي البيبان دايما مفتوحه، ما نقفلش البيبان عليهم خالص، ما نسيبهمش وحديهم كتير، وحاولي انت تبقي مجهزه لهم برنامج علشان يلعبوا مع بعض، بلاش نسيبهم يقضوا وقت الفراغ لوحدهم. حلو نبص عليهم كل شويه ونسيب الباب مفتوح، واحنا كمان نجهز لهم العاب ونفهمهم تاني موضوع الخصوصية، ونقول تاني وكذا مرة ازاي اجسامنا ما ينفعش حد يشوفها، ازاي ان مهم نحافظ عليها، وما نلعبش لعبة الدكتور دي مع اي حد خالص، علشان جسمنا ده مهم وما ينفعش اي حد يشوفه. مش عايزاكي تقلقي ولا تتخضي، عايزاكي تتعاملي بكل حاجة بحكمة علشان الموضوع يخلص. لكن لو تعاملتي بتهور او صرختي او صوتي في وشهم او قلتي كلمات وحشه، بجد المواضيع مش بتخلص، والولاد بيحسوا بعدم امان معاكي. خليكي حكيمه وتصرفي وخدي موقف، بس خديه وانت هاديه، هيفرق كتير جدا جدا في حل المشكله.